أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم من المدينة الباسلة، مدينة الأبطال، مدينة بورسعيد، وتحديدا المجرى الملاحي لقناة السويس. النهارده احنا في المؤتمر الصحفي العالمي للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. في الحقيقة عايز أقول المفاجأة القاطرة، نبيل الهلالي، دي المفاجأة السارة اللي يمكن كتير من المصريين ما يعرفوش قصتها. القاطرة نبيل الهلالي هي القاطرة اللي تم الاتفاق عليها بين هيئة قناة السويس من جانب وبين الشركة المالكة لسفينة الحاويات اللي كانت عطلت في القناة من أكثر من سنة، اللي هي ايفر جيفن. تم تفاوض عبر أكثر من 100 يوم كاملة. نجحت هيئة قناة السويس واللجنة القانونية في الهيئة والمستشار القانوني بالهيئة طبعا صديقنا العزيز نجحت في الدكتور خالد ابو بكر، نجحت في ان الهيئه تاخد مبلغ مالي لم يتم الكشف عنه بجانب احدى القطارات التي تم بنائها مخصوص لهيئه قناه السويس. هذه القاطره هي نبيل الهلالي، دي هي القاطره اللي نجحت هيئه قناه السويس في الحصول عليها، طبعا لخدمه الملاحه في المجرى الملاحي لقناه السويس، بجانب التعويض المالي اللي خدته الهيئه. وده في الحقيقه بيعكس عبقريه في اداره الازمه بتاعت السفينه ايفر جيفن. مش مجرد ان احنا ناخد فلوس وخلاص، لا، ده احنا كمان يعني استفدنا ان احنا جبنا هذه القاطره العملاقه اللي تم بنائها مخصوص. بقول تاني، تم بنائها مخصوص لهيئه قناه السويس. يبقى خدنا فلوس في الازمه وخدنا هذه القاطره. طبعا القاطره بجانب قاطرات اخرى بتخدم الملاحه في المجرى الملاحي لقناه السويس، بجانب الموانئ المصريه لو احتاجت اي دعم خاص لوجستي خاص بالموانئ المصريه بشكل عام. وانا يمكن الدكتور خالد ابو بكر صديقنا العزيز الاعلامي الكبير وهو المستشار القانوني لمعالي الفريق اسامه ربيع كان بيدير الملف بالتفاوض هو واللجنه القانونيه من قيادات هيئه قناه السويس. في الحقيقه دايما بقول المفاوض المصري سواء على الصعيد السياسي او حتى على صعيد هيئه قناه السويس الحمد لله يعني بيؤكد نجاحهم الكبير في الحقيقه. مره ثانيه يمكن النهارده احنا موجودين لتدشين قاطره جديده اللي اسمها امين زيد. لكن انا حبيت اطلع النهارده واقول للساده المشاهدين والمتابعين قصه هذه القاطره نبيل الهلالي. بشكر حضراتكم. كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن، موثق ورئيس تحرير قناه السويس الجديده.